الاهلي مهما تقدم له قليل. الاهلي عمل اسمنا كلنا. اي حد عدى جنب سور النادي له فضل عليه. كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن محمد اول ما دخلت النادي الاهلي قال لي في اول اسبوع، كنت لسه جاي من الترسانه والحمد لله تألقت وبتاع، هو قال لي للاعلام بقى والقنوات عاوزه تعمل لقاءات، فانا ما كنتش احب، انا كنت اخلص الماتشات يا محمد واجري. فهو راح قال لي بص انا عاوزك تتعود، اللي بيعدي جنب سور النادي الاهلي بيتشهر، فالنادي له فضل على الجميع، ومش معنى ان انت تعمل حاجه بدون مقابل انت بتمن على النادي، لا، انا قاعد هنا عشان خاطر انت ترجع جزء من دين النادي عليك. ايوه، انا قاعد هنا عشان خاطر النادي، اسم النادي، انا قاعد هنا عشان اسم مصر، اسم مصر والنادي هو اللي عملك. انا لو مصر لفضل ربنا سبحانه وتعالى منتخب مصر والنادي الاهلي ما كنتش قعدت هنا، ما كنتش الناس تحبك. فدول كان طريق ان انت توصل لقلوب الناس، وانا الحمد لله قلبي ابيض وما بشيلش حاجه كره لحد، انا بحب الجميع، اللي بيشتم واللي بيمدح. من الاخلاص ان يستوي عندك المدح والذم، وفي الاول وفي الاخير مش هتعلمني احب مصر ازاي، مش هتعلمني احب النادي الاهلي ازاي، مش هتعلمني افيد بلدي ازاي زي ما فادتني. انا ليا طريقتي، ومحدش يزايد على حب العبد لله لمصر ولا للنادي الاهلي. احنا عاوزين بلدنا احسن بلد، عاوزين نادينا احسن نادي، افضل نادي. فللجميع اللي مدح واللي ذم عفى الله عما سلف، انا مسامح الجميع. ده كان رد محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على كل منتقديه في مصر بعد إعلانه مع النادي الأهلي. كلنا شفنا اللي حصل خلال اليومين الماضيين والانتقاد الشديد من بعض الإعلاميين للنادي الأهلي والإدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب على ظهور أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي، لدرجة أن بعض الإعلاميين ومنهم أحمد موسى وعمرو أديب اتهموا أبو تريكة انه ارهابي وانه السبب الرئيسي في موت شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء خلال الفترة الماضية، وما كان يجب من ادارة النادي الاهلي ان ابو تريكة يكون موجود في الاعلان. كلنا شفنا الاعلان وشفنا ان الاعلان اكتسح الترند خلال اليومين الماضيين، ووصلت مشاهدة لأي شيء عرض في شهر رمضان، سواء إعلانات سواء مسلسلات سواء برامج. الدنيا انقلبت ما عادتش، خاصة في مصر الناس كلها بتتكلم ما بين مؤيد ومعارض. نسبة كبيرة جدا جدا بتأيد أبو تريكة وبتدعم أبو تريكة وبتقول إن أبو تريكة ملوش علاقة باللي حصل، وإن أبو تريكة كان مختلف سياسيا فقط، ولكن في كل مكان وفي كل مجال كان بيرفع من شأن مصر وشأن النادي الأهلي. وكلنا شفنا أبو تريكة أكد الكلام ده دلوقتي وقال لولا مصر ولولا النادي الأهلي ما كانش زمانه قاعد القعدة اللي هو قاعدها دلوقتي، وإن هو بيحب مصر ويتمنى كل الخير لمصر ويتمنى ان مصر تتفوق على الجميع وتكون في افضل حال. طبعا هنشوفوا ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة، هل هيكون في رد تاني على ابو تريكة ولا الامور هتنتهي لحد كده، وننتظره كلنا لما نشوفوا القضاء هيدا. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لحضراتكم.